ايه الاخبار؟ ازيك؟ عامل ايه؟ معلش عارف اني اتاخرت عليك، وده بسبب ظروف الكليه من امتحانات، وانا بقالي كتير اصلا ما صورتش فيديوهات. والله انا عارف ده بسبب ظروف الكليه. عندنا امتحانات ميد تيرم، في عملي، في فاينل، في حاجه جميله جدا كده. بس الحمد لله النهارده خلصت امتحانات. يعني الصراحة كانوا يومين يعني زي القرف والله العظيم. ويا رب يا رب يا رب ما نتقابل تاني يا حاج. ومن النهارده ان شاء الله فضينا بقى ونرجع اليوتيوب تاني ونشوف الدنيا على ايه. طبعا في الفتره اللي انا غبت فيها في كذا حاجه حصلت، بس يعني اهمهم طبعا ان الدولار بقى تقريبا 30 جنيه او اكتر. I'm gonna kill myself! وده طبعا حاجه هتاثر بعد كده على المنتجات اللي احنا في غالبا بنتكلم عنها، بس مش مشكله، يعني هنعمل ايه بقى؟ ربنا يعدي الفتره دي على خير. يا ريت لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو يوصلك اشعار اول باول. ويلا بينا تعال نشوف نتكلم عن ايه النهارده. طول عمري دايما مقتنع ان الموبايل هو حاجه تعتمد عليها بس في اداء ابسط الوظائف اليوميه اللي انت بتعملها، او ان الموبايل هو حاجه جميله او كل حاجه، بس الموبايل ده تعتمد عليه لما ما يبقاش معاك كمبيوتر او ما يبقاش معاك لابتوب. ومن وجهه نظري فكره ان انا اشتغل من الموبايل او ان الشغل بتاعي يبقى من الموبايل هي حاجه مش منطقيه ابدا بالنسبه لي، وانا عمري ما اقتنعت بيها لغايه ما ابتدينا نشوف طبعا مع تطور التكنولوجيا اللي احنا بقينا فيه ان الموبايلات بتنزل بامكانيات تخليها مؤهله لحاجه زي كده. في نفس الوقت برضو الحاجات اللي الموبايلات دي بتكون مؤهله انها تعملها مش وظائف بسيطه، وظائف معقده جدا زي المونتاج والتصميم وحاجات غريبه كده بقينا بنشوفها اليومين دول في الموبايلات. الموبايلات اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده حرفيا تقدر تديك اداء محترم جدا جدا، ولو انت هدفك ان انت الموبايلات دي ان انت تشتغل عليها فنصيحه مني اتجه للموبايلات دي دلوقتي. الموبايلات اللي هنتكلم عنها في الفيديو بتاع النهارده الاداء بتاعها هو افضل اداء موجود لغايه يومنا ده. من غير ما اطول عليك اكتر من كده يلا بينا. رقم 1 ايفون 14 برو ماكس. ده تقريبا افضل موبايل موجود من ناحيه الاداء في سنه 2022. هي الموبايلات مش محطوطه بالترتيب، بس انا بقول لك يعني عامه ان ده افضل موبايل موجود في الاداء في سنه 2022 بسبب ان الشركه بتعمل هاردوير هيها نفس الشركه اللي بتعمل سوفت وير. يعني ابل هي اللي بتعمل هاردوير وهي اللي بتعمل البروسيسور بتاعه الموبايل، وهي بتعمل سوفت وير اللي بتخصصه عشان يشتغل او يدي لك افضل اداء على حسب الهاردوير بتاعك بتاع الموبايل. وده طبعا بيؤدي ان البرفورمانس في الاخر بيكون حاجه خرافيه جدا ومش موجوده في اي موبايل تاني. رقم 2 جوجل بيكسل 7 برو. بعد سنه غياب وما سمعناش عنهم اي حاجه بسبب ان هم كانوا مشغولين شويه عشان يداروا خيبتهم بعد جوجل بيكسل 6. جوجل رجعت في جوجل بيكسل 7 برو، واللي حرفيا شفنا ان جوجل من الشركات اللي بتتعلم من غلطاتها، اذا هي نزلت لها موبايل ببروسيسور اسمه تنسر 2، والبروسيسور تنسر 2 ده بيكون من جوجل برضو. فنفس الفكره برضو عند ابل، جوجل هي اللي عامله الاندرويد اصلا، وجوجل برضو نفس الوقت هي اللي عامله البروسيسور. ده طبعا هيدي برفورمانس محترم جدا جدا. وفي نفس الوقت برضو فكره ان جوجل فبتديك اندرويد خام، فالتجربه نفسها تستاهل اصلا ان انت تجرب الموبايل ده. وفي نفس الوقت برضو اندرويد خام بيديك برفورمانس ممتاز جدا جدا، فارشح لك الموبايل ده لو انت عايز تاخد افضل برفورمانس ومش مقتنع ابدا بالايفون 14 برو ماكس. رقم 3 سامسونج جالاكسي زي فولد 4. ما ينفعش نتكلم عن الموبايلات الروشه او الموبايلات اللي بتيجي باداء كويس جدا من غير ما نتكلم عن الزي فولد 4، وده بصراحه لان ده كان افضل موبايل او اكتر موبايل روش واكتر موبايل كان عليه العين وكان عليه كلام كده في 2022. لو جينا نتكلم في حته الاداء في الموبايل ده بيجي بسناب دراجون 8 بلس جين 1، اقوى بروسيسور موجود على وجه الارض، او كان اقوى بروسيسور موجود على وجه الارض قبل ما ينزل منه الجين 2. والبروسيسور ده طبعا بيدي اداء ممتاز جدا، وبغض النظر عن البرفورمانس لو انت حتى مش جايب الموبايل ده عشان تاخد، او لو ده مش اقوى موبايل موجود من ناحيه البرفورمانس، فالموبايل ده عشان بيتحول لتابلت ففعليا ده ممكن يكون خيار مناسب جدا ليك لو انت جايب الموبايل ده عشان تشتغل عليه. رقم 4 Nothing Phone 1. الموبايل ده مش اقوى موبايل موجود من ناحيه الاداء خالص على فكره، يعني في موبايلات كتيره جدا اقوى منه. الموبايل ده بيجي بسناب دراجون 778 بلس، وده بروسيسور ميد رينج اساسا، مش اقوى حاجه موجوده خالص، ولا هو بروسيسور بتاع فلاج شيب ولا ايا كان. ولكن اللي بيميز في الموبايل ده هو التصميم بتاعه، فعلا ده حاجه كريتيف جدا. اول مره نشوف موبايل الظهر بتاعه بينور كده وبيجي بشكل ديستنكتيف جدا وبشكل مميز جدا. انت لو شفت الموبايل ده من وسط مليون موبايل هتعرف تفرقه وتقول ان ده الناثينج فون. حقيقه ما قدرتش احطش الموبايل ده الصراحه في الفئه بتاعتنا بتاعت النهارده، على الرغم ان هو مش جايب افضل اداء، ولكن هو شكله روش. فلو انت فاهم انت متخلف يا حبيبي ولا مالك في ايه؟ على الرغم ان هو مش جايب اقوى اداء ممكن، الا ان صراحه هو كان مميز برده من ضمن الموبايلات المميزه في 2022، فقلت احطه في الليست. يعني ليه لا. كده اكون خلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. يا ريت لو الفيديو بتاعك عجبك تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زرار الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو يوصلك اشعاره اول باول. ده فيديو خفيف كده بس قلت ايه ارجع بيه تاني اقول لك ان انا لسه عايش ما متش يعني. يا ريت لو عندك اي حاجه عايز تسالني عليها او اي حاجه عايز تقولها لي تكتبها لي تحت في الكومنت او تبعتها لي على الانستجرام وهرد عليك في ساعتها ان شاء الله. هتلاقي اللينك بتاع الانستجرام والفيسبوك بتوعي تحت الفيديو ديسكربشن. وشكرا لك جدا واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.